دياولي ومستعلو بالحبس. السلام. سيد المجهول هو الفيلم الأول للمخرج المغربي علاء الدين الجم، واللي من بعد نجاحاته في المهرجانات العالمية توقعوا الناس أنها تكون بداية جديدة في الكوميديا المغربية الهادفة. الفيلم كيعاود قصة لص يونس بواب اللي كيدفن كيس ديال الفلوس في تلة صحراوية قبل ما يشدوه البوليس. ولكن المفاجأة هي أنه ملي كيخرج من الحبس وكيرجع باش يقلب على الغنيمة ديالو كيلقى بلاصتها تحولت لضريح مقدس، والناس كيجيو يحجوا ليه ويطلبوا فيه البركة. فكرة كتبان هوليودية ولكن قوية وفيها سخرية ذكية على الخرافات والجشع. ولكن واش التنفيذ كان في المستوى؟ القصة في البداية كتشد الانتباه، والفيلم عنده لحظات كوميدية عبثية كتفكرنا في أسلوب أفلام أكي كوريسماكي أو حتى شوية من السينما ديال الكوين برادرز. ولكن المشكل هو أن القصة كيبقى فيها بزاف ديال السكيتشات اللي كتعتمد على نفس النكتة بلا تطور حقيقي. كل شخصية عندها موقف غريب، ولكن بعد مدة الفيلم كيبدا يعتمد على الإعادة بدل التقدم. علاش اللص ما كيجربش طرق أخرى باش يسترجع الفلوس؟ علاش كيبقى محصور في نفس الوتيرة ونفس الأدوات طوال الفيلم؟ يونس بواب في دور اللص كيعطي أداء متوازن ولكن صامت بزاف، بحال شي بطل ديال أفلام صامتة. الشخصيات الأخرى بحال أنس الباز والطبيب والعساس كيحاولوا يعطيو لمسة كوميدية، ولكن بعض المرات الحوار كيكون ناقص كيخليهم يبقاو مجرد كاريكاتورات بلا تطور نفسي حقيقي. الشخصيات الفرعية بحال الفلاح والإمام أو حتى العساس كلها عندها لحظات قوية ولكن بلا هدف واضح. التصوير في الصحراء بطبيعة الحال عنده جمالية بصرية خاصة به، ولكن هنا المخرج تخلى على الفوضى الطبيعية اللي كتكون في المناطق الجافة باش يقدم لنا لقطات نظيفة، وكأن الصحراء ديال الفيلم مصنوعة في استوديو. هادشي كيعطي الفيلم طابع مصطنع شوية وكيديها فرصة من ذهب باش يستغل الجفاف الحقيقي في التصوير. المشاهد البصرية عندها دقة ولكن الإيقاع كيبقى ثقيل، واللحظات اللي كان خاصها تكون مضحكة كتحس بها مطولة وبلا فايدة. تقييمنا لهذا الفيلم 6/10. فيلم فيه فكرة ذكية ولكن الإيقاع كيبقى ممل، كوميديا عبثية، تصوير جميل ولكن السيناريو كيضيع في الطريق. شنو رأيكم؟ الفيلم فعلا كوميديا سوداء بلمسة مغربية أو مجرد تجربة فنية ناقصة؟ قدروا تشاركونا في التعاليق. وإلا عجبتكم الحلقة بحال ديما بارطاجيوها مع الناس كاملين، وحاولوا تعاونونا بلايك وسبسكرايب، ونتلاقاو في الحلقة الجاية.